بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة الفيديو بتاع النهاردة جميل وسهل خالص ومكونات طبيعية موجودة في كل بيت. هنعمل النهاردة صبغة الشعر باللون البني، البني المحمر، البني الشوكولاتي دوت اللي هو بين الغامق وبين الفاتح. وازاي بتتحكمي في اللون، يعني اللون ازاي نشوفه مع بعض، وازاي تتحكمي في اللون اللي انت عايزاه. طبعا اول ما شفتي مثلا البصل كده او شفتي اللون، او عرفنا ان احنا هنعمله باللون البني او الاحمر العنابي اللي هو لون البصلة دي. اول ما شفتيه كده طلعتي تجري من الفيديو. لا، خليكي اسمعي للاخر وشوفي احنا بنعمله ازاي والمكونات ازاي، وازاي بيثبت في الشعر، وازاي بمكون طبيعي من غير اي اضافات ولا اكسجين ولا مواد حافظة ولا مواد تحرج الشعراية، وازاي الشعر بيبقى ناعم ولميع يعني، ناعم وفي نفس الوقت لامع، من مكونات طبيعية في البيت. بس ازاي ان احنا نستخدمه مع بعضنا، نشوف مع بعض. شايفين البصلة لامعة ازاي وجميلة وفريش وحلوة خالص ازاي. بنشيل القشرة زي ما انتوا شفتوا كده، بناخد القشرة واغسلها كويس ونعملها في مية بتغلي على النار، مية بتغلي على النار زي ما انتوا شايفين. نشوف خطوة بخطوة، وايه زي ما بقول لكم ما تطلعوش تجروا من الفيديو، ده حاجة هتفيدكم. اللي مش عايز يشوف واللي مش عايز الفيديو ما يشوفوش، لكن ان يخطف ثانيتين ويطلع يجري بلاش منها. اللي وصل لغايه هنا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ويا ريت علشان مصداقيه اللي كنتوا تشوفوا تكونوا وصلتوا لغايه هنا، تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشوفوا لغايه هنا. هتقولي خلاص هي طلعت القشره وغليتها، يبقى ايه؟ هنشوف. طب نشوف المكون التاني، والمكون ازاي تثبتيه، وازاي تغسلي شعرك من الحنه وما تبوظيش الدنيا ولا الدنيا تبوظ منك. بعد ما غليناه مع بعضينا، يعني غلينا قشر البصل مع بعض خطوة بخطوة، ما خدش كام دقيقة، يعني هو الفيديو كله على بعضيه مش كام دقيقة. شوفي للآخر وجربي وبعدين احكمي انك انت تشوفي ثانيتين وتطلعي. شوف انتوا لو لاحظتوا ان المادة، شوف المادة لزجة كده وتجيلة، يعني المادة مش مية. شوفي اهي، شايفة؟ شايفين خطوة بخطوة اهو. يا ريت تسمعوا الفيديو لان شوفوا عامل زي الشربات ازاي وجميل ازاي. انتم ملاحظين ان المية تجيلة وفي نفس الوقت اللون تجيل، شايفينه اهو. بعد ما خدنا اللون ده، لو انت وصلت لغاية هنا وقلتي انك انت بتعمليه مع المكون التاني زي الطلب مني، وجربوه في فيديوهات سابقة. المادة اللي بتثبته اللي هو معلقة خل بس، مش اكتر من كده. معلقة الخل لو انت عملتي كده وطلعتي هيديك اللون ده، لكن احنا عايزينه بني. اللون قشر البصل ده مع البني، اللون البني اللي انت شايفاه ده، تعمليه ازاي؟ بمكون تاني تحطي عليه. انت لو حطيت المكون برضو في البيت، معلقة شاي زي ما انتوا شايفين، معلقة شاي وبتغليها. بعد ما بتغليها كده بتصفيها وتيجي كباها على اللون دوت، شايفينه كده اهو. شايفين اللون؟ انا يعني عايزاكم تشوفوه ليه؟ علشان انت ياما غليتيه وطلعتيه للقشره للاخر اللي هي زي البصله ما انت شفتيها اهو. شايفين اهو، اهو شايفين؟ اهي، شايفه الميه اللي نازله تجيله، الميه نفسها تجيله مش بتنزل كده زي الميه العاديه. فدي بيخليها تثبت على الشعر. ده مش بس كده، لا ده احنا هنحط لها حنه. اوعي تعمليها كده بس، لان انا متاكده اللي شاف دقيقه او كام ثانيه طلع يجري ومعرفش ان احنا بنعمله ازاي. احنا خدنا ميه البصل الجميله اللي عملناها مع بعض، وعملنا نص كوبايه شاي اهو زي ما انتوا شايفينها وصفيناها. تمام. تكبيها عليها، لو عملتها بميه البصل بس هتديك اللون الاحمر العنابي اللي احنا شفناه مع بعض. تمام. لو انت نزلت عليها، شايفين اهو خطوه بخطوه، نزلت عليها معلقه شاي، كوبايه شاي عملتيها او نص كوبايه شاي، على حسب كميه الحنه اللي هتعمليها، على حسب طول شعرك. تمام كده. يبقى احنا عملنا، شايفين الميه؟ شايفين الميه مع الحنه بقى. هتقولي الحنه بتدي لون برتقاني، هي فعلا الحنه بتدي لون برتقاني. للامانه وعلشان فيديوهاتي صادقه، واللي عمل كده ارجعوا للفيديوهات بتاعتي. عملت باللون الاسود الحنه وحبه البركه، وعملت باللون الاحمر العنابي الحنه وقشر البصل، وعملت باللون البني
ده وشوفوا في التعليقات وشوفوا في الفيديوهات الشاي مع الحنة. لكن اللون اللي انتوا عايزينه لون احمر او لون بني عني، اللون بني كده شوكولاتي او لون بني زي ما انتوا شايفين مدي للمحمر كده، بتكون شوف الحنة حنة طبيعية من عند العطار، وبتحط المادة الثابتة بتاعتها اللي هي معلقة خل بس مش اكتر من كده، وبتعجنيهم كويس، وبعدين بتقعدي من 3 4 ساعات هم يختمروا او ترتاح العجنة. شايفاها في ايدي، شايفة لزج ازاي، شايفة اهي لسه كمان لا اختمرت ولا حطيتيها على الشعر ولا خرطت في الشعر. هتقولي الحنه بتدي لون برتقاني، هي فعلا بتدي لون برتقاني، لذلك ما تعملهاش مره، عن اقل خالص مرتين في الشهر. ده عن تجربة، وارجعي للفيديوهات وشوفي التعليقات والناس اللي جربت الصبغة بالحنة بمواد طبيعية من البيت وبمعلقة خل وثبت ازاي وجابت نتيجة ازاي. ارجعي للفيديوهات في نفس القناة دي وانت هتشوفي جايبة 56 ألف مشاهدة وأكتر، وعليها التعليقات بايه بالتجارب بتاعتها، يعني دي حاجات مجربه. شايفين اللون الاحمر دوت هيديك اللون اللي احنا اتفقنا معاه، هيديك اللون ده. لو انت ما حطيتيش شاي، حطيتي شاي هيديك اللون البني اللي هو بين البني الغامق والبني الفاتح، اللون الجميل. بعد ما وصلنا لهنا نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، تكتبوا لي في الكومنت